وعشان كده محتاجين ما نبصش لمفهوم والديفينيشن بتاع النجاح according للصفات المجتمعيه اللي احنا عايشين فيها، لان خلي بالك ده مم. بيحدد حاجات كتير قوي في حياتنا وبيأثر على حاجات كتير بنعملها في حياتنا يعني. طيب ايه بقى مفهوم النجاح والفشل بالنسبة لك، وايه الصفة او اكتر صفة او صفات مهمة في الشخص الناجح؟ طيب، بعيدا عن المفهوم المجتمعي او المجتمع اللي حوالينا للنجاح، مفهومي انا يعني للنجاح هو قد ايه انا راضي عن نفسي او على اللي انا بعمله. محدش هيبقى راضي 100%، لان لو حد راضي 100% مش هي progress، مش هيتقدم في حياته. ولكن قد ايه انا مقتنع باللي انا بعمله، وعندي big why ليه، حاجة هدف أكبر، هدف أسمى من إن أنا يعني مثلا لو أنا ببراكتس طب وبشتغل تخصص معين أنا بحبه، ده مش البيج واي. إيه الهدف الأكبر من ورا اللي أنا بعمله ده؟ لازم لو أنا ده عندي وأنا شايف إن الحاجة اللي أنا بعملها day to day بتفولفل الهدف الأكبر ده مم. بالنسبة لي بيديني رضا. زي ما قلت لك، ممكن أكون أنا مش راضي دلوقتي 100% عشان حاسس إن أنا لسه محتاج سكيلز كتير ومحتاج اعمل حاجات كتير عشان اوصل لليفل احسن، وان انا ابقى بروجرس اسرع واحسن في الكارير او في الباثوي وات ايفر. طبعا احنا بنتكلم عليه مش بس شغل، يعني في اي حاجه في جوانب الحياه، عشان اوصل للليفل اللي انا بدور عليه يعني، او دايما ابقى بتقدم. فده بيكريت عندي زي ما قلت لك احساس الرضا. احساس الرضا ده انا شايف هو اكتر حاجه ممكن تخليني انا كبني ادم احس ان انا ناجح ولا لا. مم. وده مش انتايتل بقى بمكان معين ولا بزمن معين، هي دي حاجة تايمليس. ماشي. مم. أم... فده ازاي انا بديفاين النجاح. حلو. ليه؟ لان اي حاجة تانية ريلاتيف. بمعنى مم. اللي عايش في امريكا مش احسن من اللي عايش في كندا، ولا احسن من عايش في مصر. يعني مثلا الجيوغرافيكال ستيت دي مش مم. نجاح. ماشي. واللي اسمه استشاري مش بالضرورة يبقى انجح من اللي ما اسموش استشاري. فالتايتل كمان مش حاجة relative، مش حاجة يعني ايه for granted. مم. الفلوس كمان هي برضو حاجة relative، هي اكيد مهمة، ولكن لو زادت مثلا او لو بقت في ليميت معين ممكن تبقى تسبب مشاكل اكبر، تبقى سبب فشل لحد. فاقصد الموضوع relative مم. كمان. فعشان كده بقولك كل حاجة تاني تختلف. عشان كده محتاجين ما نبصش لمفهوم والديفينيشن بتاع النجاح according للصفات المجتمعيه اللي احنا عايشين فيها، لان خلي بالك ده مم. بيحدد حاجات كتير قوي في حياتنا وبيأثر على حاجات كتير بنعملها في حياتنا يعني. فده سيمبلي انا شايف ايه النجاح بالنسبه لي. طيب، ايه مم. الصفات اللي انا شايف انها لازم تبقى موجوده علشان تخلي الشخص ده ناجح او تقربه من النجاح او تخليه في الطريق ده. واحد زي ما قلنا ان هو يبقى عنده discipline. يعني ايه؟ يعني الشخص مم. ده يقدر يلتزم باكشنز معينة لمدة زمنية معينة، وغالبا المدة دي مش بنتكلم في شهر ولا اتنين ولا حتى في سنة، على سكيل سنين. مم. الكاركتر تريت دي يعني هي غالبا عارفة اللي هو الكورنر ستون في انه حد يقدر يتحرك من بوينت A ل بوينت B. لان مم. ده من غيرها ممكن نقول احلى كلام في الدنيا، محدش هيتحرك ومحدش هيعمل حاجه ومحدش هيبروجريس بطريقه معينه. فاهم اقصد ايه؟ يعني عشان مم. تخشي طب مثلا انت قعدتي قد ايه بتذاكري ثانوي عامه، ده ديسبل.
عشان تخلصي مثلا طب قعدتي قد ايه بتذاكري مش عارف ايه، عشان تمتحني امتحان معين قعدتي قد ايه تعملي ايه، فاهم ازاي؟ عشان واحد يبقى شاطر في سكيل معينه مثلا في الطب قعد قد ايه يبراكتس ليها. ده ديسيبلين، التزام، ان هو يعمل الحاجه اوفر مم. اند اوفر لمده اكستندد من الوقت. مم. وطبعا في الوقت اللي احنا فيه الكاركتر تريت دي اصعب واصعب بسبب الديستراكشنز، بسبب النويز اللي حوالينا عموما، بسبب كل حاجه. فكل مدى الموضوع ده مم. بيبقى اصعب مش اسهل. بس انا شايف ان دي كورنر ستون عموما. الحاجه التانية ان هو مبقاش الخوف من الفشل بيوقفه عن ان هو ياخد الاكشنز دي. ده مم. يعني عشان بني ادم يحقق اي حاجه في الاول محتاج أم، يبقى عنده الشجاعه انه ياخد الخطوه. ودي معناها انه ما يخليش الخوف يمنعه من ان هو ياخد الخطوه، لانه كلنا هنخاف، مم. وكل خطوه جديده هناخدها هيقابلنا خوف. فالمشاعر مم. الايموشنز هنا كده كده موجوده، inevitable، هتواجهنا وهتواجه اي حد. بس انا بتعامل مم. معاها ازاي او بخليها تاثر على البيهيفير بتاعي ازاي، ده اللي يختلف من حد للتاني. مم. فان انا ما اخليش المشاعر دي توقفني عن ان انا اخد الخطوه، هو ده اللي اقصده. ده مم. هيخليني اقدر ابتدي الطريق او ابتدي الخطوه. الديسيبلين بقى والالتزام هو اللي هيخليني اكمل في الطريق لحد ما يحصل تغيير. مم. دول حاجتين. الحاجه الثالثه ايمان، ان انا ابقى عندي ايمان مم. بنفسي. يعني مفيش جدال في الموضوع ده. ما هو مم. مفيش حد هيحس ان انت ممكن تعمل حاجه، او ان انت ممكن اكتر منك او قدك. فلو حد لو مم. الشخص مستني حد يجي يقول له انت هتعرف تعمل كذا، يبقى ده ايوه اكيد طبعا. محتاج يراجع حاجات كتير. مش بقول ان احنا مش محتاجين سبورت، سواء يعني practical بقى في حاجات سكيلز معينه او خطوات او معرفه، او حتى emotional. اكيد كلنا محتاجين ده. بس مم. still لو انا ما عنديش ايمان بنفسي، لان ايماني بنفسي ده هيجستيفاي بالنسبه لي ان انا اوفركم الخوف اللي اتكلمنا عليه في بدايه كل خطوه، وهو مم. اللي هيغذي الانرجي بتاعتي ان انا يفضل عندي التزام لمده طويله من الزمن. لان كده كده هقابل emotional ups and downs، وكل يوم مم. مختلف، وفي ايام هصحى يعني مش عايز اعمل حاجه، او ماليش نفس اعمل الحاجه دي، اتمرن ولا اذاكر ولا whatever. بس لو انا عندي ديسيبلين مم. هعمل الاكشن، هقوم اتمرن ولا اذاكر ولا اعمل whatever regardless الايموشن. حتى لو انا حاسس ان انا مش مبسوط، او انا مش حابب، او انا النهارده ماليش مزاج. هو ده الديسيبلين، هو مم. ده الالتزام. مم. الايمان بقى بيغذي السكيل بتاعت الالتزام دي، انها تبقى موجوده، وانها تبقى موجوده الاكستندد يعني period of time enough انها تحول الاكشنز بتاعتي دي لحاجات تانجبل حقيقيه ملموسه في صوره بروجرس في حياتي. فده بالنسبه لي يعني ايه الصفات اللي محتاج الواحد يحاول ينميها يعني. لو الفيديو ده عجبك فانا متاكد ان الفيديو ده كمان هيعجبك. شكرا لوقتك، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب.